بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي حلقة جديدة النهاردة من بودكاست بيهايند ذا مايك مع حبيبنا دكتور ميشيل صفوت، عين عيان سوهاج. هو يعرفنا بنفسه بقى دلوقتي. مايك معاك يا آه، باشا. هو انا اعرفكم بمشيل صفوت. هو انا يعني بيتهيألي قبل الشغل يعني ما يخصش حد. بس انا اشتغلت، بدايتي كانت في صيدلية كأي مندوب. رحت عملت كذا انترفيو وحسيت ان انا مش مقبول، فرحت قعدت في صيدلية عشان زهق من البيت. بس كان عندي انسيست، هي صيدلية كانت محذوفة شوية بعيد عن العمران يعني. بس كان عندي انسيست ان انا اشغل الصيدلية. آه، يمكن الحاجات دي ما حدش يعرفها كتير. آه كنت باخد من صاحب الصيدلية برميشن ان انا ادي بونص وادي خصومات ولو حد بيتكرر او جيران الصيدلية، لا انا ممكن اديله عنوتة عشان خاطر يجيني تاني، عشان خاطر ازود مبيعات الصيدلية. وفوجئت بعد شهرين. آه بص، هو كان زمان الساعة ب50 جنيه. مم. صيدلي بتاعت الصيدلي هو كان بيعملني صيدلي يعني. فخليها لي بعد شهرين ب55، بعد شهرين تاني بقيت ب60. فكنت حاسس بنجاح غير عادي يعني. بس بعد كده اشتغلت أنا بيطري، فاشتغلت دعاية بيطري. وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. مم. فكنت شغال إيفيان بس. مم. جات انفلونزا الطيور ساعتها بعد تقريبا. اه يعني اضحك اضحك. بالظبط كده. بعد تقريبا يعني من 9 شهور لسنة، مش فاكر بالظبط كام عدد الشهور يعني. مم. فجت انفلونزا الطيور وكلت الأخضر واليابس. مم. فاضطريت رجعت تاني كما كنت لنقطة الصفر. ساعتها يعني كان في حد عزيز عليا، الدكتور عماد كامل، قال لي إن في العملية مكان. وقد كانت بدايتي في العملية في 2007 مم. إلى الآن. طبعا بعد فترة من الزمن في العملية خدت قرار ان انا يعني في كومفورت زون ليا كتير، والمفروض اطلع بره. فبدات اعمل انترفيوهات وبقت كلها بالفشل، فشل ذريع. مم. لاني انا مش يعني حاطط حاجات في دماغي فمش متنازل عنها. مم. سواء شركه تبقى يعني بنفس السيستم بنفس القوه. مش هروح اكت از لازم يعني وانا تايتل ميديكال على ريب. طول. اه. عايز اخد التايتل على طول. كذا حاجة كده. بس الحمد لله يعني في 2018 تقريبا، في شهر 7، 13/7، جاتنا الأنباء إن أنا بقيت ديستريكت يعني. مم. بس ومن ساعتها، هو طبعا أنا من ساعة ما اشتغلت العملية أب تل ناو شغال على الديبوفيت. مم. قصة عمر، يعني قصة حياة. ابني البكر، أيوة. نقطة من أول السطر. ده ابننا وابونا وجدنا الديبوفيد ده، صح؟ آه طيب، أول لقاء بينا كان في مارس 2017 لما اتقابلنا في البرزنتيشن سكيلز. وساعتها أنت كنت خطير. بتقول. فاكر؟ خطير مع الدكتور محمد لطفي حصل. بالظبط. فساعتها أنت كنت بتقول لي كانت مشكلتك فعلا، بتقول لي أنا وصلت لسن ولا لا عارف أروح ميديكال في شركة تانية ولا عارف أروح مدير مرة واحدة، وكان فيها فعلا صعوبة وأنت كان نفسك فعلا تترقى في العملية. من 17 اللي اتقابلنا فيها لحد نص 18 والترقية، ايه اللي اتغير بص، معاك؟ غالبا كده 19 مش 18. اه. لان انا غالبا اه. 19 مش 18. تمام. 19. مم. هو تفتكر دكتور هيثم لما 19. لا، 19. 19. مم. 19 مش 18، سوري. مم. بس هو 13 انه 7 كان نفسه. ساعتين فيها صعوبة، انا فاكر كان في صعوبة مم. وابس داونز، مشاعر اه مم. ايوه حصل. اه. عديت الفترة كمل. دي ازاي؟ عديت الفترة دي ازاي؟ اللي هو الفرص بتيجي كده، قربت وتروح، قربت وتيجي في الفترة دي. بص، هو انا ساعتها
كان جت خطوة كده غريبة عليا. أنا كنت ماسك اريا سوهاج إبلي مم. من ساعة ما اشتغلت في العملية. واتعرض عليا امسك سواق بحري، مم. اطلع بره الكومفورت زون حتى ولو حتة بسيطة كده. تبقى عارف باقي سوهاج ودنيتها، يعني بيتمسك بحري مع نص سوهاج يعني. مم. بس وقد كان، وقعدت فترة كبيرة في الفترة دي، دبل فيزيت ورا بعض كتير، سواء ناس معايا في اللاين أو يعني في لاينات تاني كانوا بينزلوا معانا. مم. آه بس هو آه كنت زمان أنا بفكر في الموضوع ده كتير، مم. موضوع إن قوة التفكير الإيجابي. مم. لسه كنت بفتكره مع أحمد امبارح. مم. آه قوة التفكير الإيجابي اللي هو، بص، أنت بتشتغل، هو في حد قدامك تاني مش بيشتغل، بس أنت في الآخر شغال على الديبوفيت، ما بتقبضش انسنتيف. مم. هو قوة التفكير الإيجابي في النقطة دي إنك أنت تبص للأيديال إيه، إنك تشتغل ولا ما تشتغلش، ما أنت بتثبت نفسك. مم. أنا أتذكر جيدا الدكتور صلاح لما نزل معايا نزل معايا سواق بحري مم. بعد 9 شهور، قال لي الكلمة دي، قال لي أنا رحت معاك حتت أنا ما رحتهاش مع مندوبين قعدوا فترات أكبر من كده، والدكاترة كلهم عارفينك. دكتور صلاح يعني دي معزة خاصة عندنا كلنا في العمرية ساعتها، وما زال يعني حتى بعد ما سبت، يعني أخونا الكبير في الصعيد أي حد عايز ينزل الصعيد يسأل الدكتور صلاح عن أي حاجة يعني. حقيقي هو مم. عارف الدنيا، يعني عارف كل عارف. حاجة هناك، عارف كل حاجة. يعني من أوله اه. لآخره يعني. اه. بس فقال لي الكلمة دي، أنا ساعتها يعني حسيت إن أنا أبريشيتد خالص، إن مم. أنا أثبت نفسي في فترة قليلة. مم. وفعلا يعني أنا فاكر اليوم ده، فاكر الدكاترة اللي إحنا رحنا لهم، وفاكر مم. اللفة اللي إحنا لفيناها بالظبط بالتفاصيل يعني. مم. ف يعني بس ممكن يعني ممكن نقول دي نقطة تحول ليك في رؤيتك لنفسك ورؤية الدكتور صلاح ساعتها ليك. هو رؤية الدكتور صلاح أنا مش عارف، هو اللي يحكم فيها النقطة دي يعني، مم. بس هو كان شايفني حد كويس، وإلا ما كانش منزل معايا. أنا خدت فترة ما يقرب من 5 6 شهور دبل فيزيت متواصل، مم. ميديكال ريب، ويشتغل، وبعد كده حد في لاين تاني أو في منطقة تاني ويجي يشتغل معايا وينزل شغل، وبعد كده يجي حد بعديه. كان يعني 4 5 شهور. هو الدبل فيزيت أنا كده كده شغال، بس هي الفكرة برضو إن هو بيبقى لود عليك، إنك أنت عايز تتعلم وعايز تديله من مهاراتك ومش عارف ايه. وممكن يكون ربنا كان بيعدني فيما بعد، ممكن طبعا. مم. أكيد. آه لكن هو عمل ربنا كان فظيع بصراحة في كل حاجة، حتى في ان احنا يعني، لو فاكر، احنا اللي عملناه كان كول اسسمنت. لو اه. فاكر الكول اللي عملناه في مكتب اسيوط، ايوه. كان الدكتور صلاح هو الكاستمر بتاعي، ايوه. وانت كنت قاعد مع جنب الدكتور وليد، مم. وليد وليد عبد مر... القادر. مم. الناحية التانية كنتوا سوبرفيجن عليا أو تحكيم. مم. كان من الناحية التانية محمد مغربي، ربنا يمسيه مم. بالخير يعني. آه، برضو ده كان كول يعني، مم. كانت كول. فهو بص، ما هو أنا هرجع راجع تاني برضو بقول لك قوة تعالي. التفكير الإيجابي في اه. إنك أنت، لا أنا هبقى احافظ على البيزكس، وحافظ على الكول، وحافظ على الكواليتي اوف كول. فانت لما بتيجي تعملها حتى في الكول اسسمنت ده، انت اوريدي ماشيه معاك طبيعي. فانت حقيقي. ما بتعملش حاجه غير يعني هي اللي انت المشكله في ايه؟ بتعمله الباي نيتشر كده زي اه ما بيقولوا، صح؟ اه فطرتك. بالظبط. باي نيتشر. مم. هي الفكره في ايه؟ ان المشكله ان احنا بنبقى شغالين بواي، مم. بنيجي في الرول بلاي عايزين نشتغل بواي تاني. ف صحيح. يعني هو طبيعي على فكرة انك انت هتغلط يعني، لان هو ده مش النيتشر بتاعتك. فاهم؟ يعني انا حتى دايما لما اقول للزملاء معايا، مم. يعني خليك بطبيعتك، ما تبقاش كونزرفاتيف، ما تبقاش اعمل اللي يعني بتعمله فعلا في يومك العيد العادي. علشان اعرف اساعدك فيه، صحيح. عشان بالظبط بالظبط هي الفكرة في كده، مم. انك انت تبقى باي نيتشر عشان تعرف انت في ايه مشكلة، تقدر تعمل ايه كده يعني. صحيح. انا كان ده اكتر حاجه حريص لما بنزل كوتشنج فيزيت مع زمايلنا، اول حاجه اقول له
ارجوك اشتغل بطبيعتك. لو انت بتاخد 30 ثانيه في الكول، حتى لما باجي اطلب من يعني كل اسسمنت لاي حد، اللي انت بتعمله بالفعل حتى لو 15 ثانيه 30 ثانيه، بريتند او انك تحاول تعمل حاجه فعلا جوه الاسسمنت بيبان، مش هتبان على طبيعتك، فبالتالي حقيقي. بتقع. النقطه الثانيه، انت حاجة كويس جدا ديت عشان زمايلنا برضو اللي نفسهم ياخد خطوه الترقيه، ان هي بتيجي في لقطه. بتيجي في لقطه ازاي؟ فجاه بتلاقي اسسمنت، فجاه بتلاقي مدير نزل معاك، واحد من الشركه نزل معاك فشافك على وضعك اللي انت فيه، فبالتالي التقييم هيبقى زي ساعتها. هو حقه يعمل ايه؟ ما هو حقه شافك كفاءه في اللقطه ديت، يبقى انت على طول كده، وما كانش فيها اي استعداد. فدول انا نصيحه لزمايلنا فعلا، انك مستعد ايفن حتى لو حصل داونز كتيره ذهنيا في الشركه، في لازم، اه حقك تزعل، حقك تبقى تهدى، حقك تبقى ايه. فرستريتد، بس لكن الفكره تقوم بسرعه ازاي. طيب نتنقل بقى لسؤال بقى مهم يا دكتور ميشيل، اللي هو اول سنه معاناه كمدير كانت ايه بالنسبه لك؟ عارف ان هي دايما معاناه في الاول. بص، هو انا قعدت مع نفسي، آه. قعدت احط التشالنجز اللي قدامي. طبعا كان انت عارف ان اغلب الدولة كانوا معايا في الترابيزة، زمايل كانوا اه. بارتنر ليا، كان اه فدي بارتنر ليا. تحدي رهيب اه. ففجأة بقيت مديرهم. مم. آه طبعا في التيم شخص عزيز عليا انا بعزه جدا، ابو علي. مم. اه اه توقعت كده. مم. يعني ده كان بالنسبة لي ان انا اكسب، وده كان شيء مهم جدا بالنسبة لي. مم. لان ابو علي ميزته ان هو لما بيحب من قلبه، مم. لما بيقلب من قلبه برضه. انت يبقى فانا كنت واضح نجاحك واضح اه. فانا كنت عايز ان انا اكسب الصف باي شكل. اه. حاجة تاني، كان في الفترة دي في ناس كتير مشيت، يعني مم. اتنين مشيوا، اتنين تقريبا او ثلاثة. فانا كان مطالب ان انا املى الاماكن دي، وانا ما عملتش اي انترفيوهات قبل كده. برضو مطالب ان انا، المنطقة كانت نزل البيع بتاعها بشكل غريب في مناطق معينة، في سبوتس معينة كده. ايوه. مش منطقتي انا كميديكال ريب، انا اقصد منطقة ايوه بتاعت الفيكنت والزمايل اللي انت بتمثل. الفيكنت من ناحية، وفي مناطق كده كان فيها سبوتس ضرب. سيلز عاملة دروب فظيع مم. وغير مبرر، مش معروف ايه السبب. كمان. مم. ف يعني كنت بشتغل من كذا حتة. فأول حتة في حكاية الفيكنسي، دخلت بصراحة على النت وأسئلة الانترفيوهات. مم. انترفيوهات، فلقيتها كلها تقليدية. فبقيت أفكر، طب أنا عايز أبقى كرييتيف، طب أنا عايز يبقى بطبيعته. طب الإنسان بيبقى بطبيعته إمتى؟ يعني أنا أتذكر الانترفيوهات بتاعتي، أنا كنت أقول لهم في 10 أسئلة، هتجاوب بيس أور نو. مم. إجابة سريعة، لو هي مش يس أو نو فهي إجابة سريعة. بس العدد اللي أنت هتاخده من الأسئلة اللي هتجاوبه هو درجتك من 10 من 15 حسب ما أنت هتجاوب. و... مم. ف... حلوة دي اه. فهو كان بيهتم بالأسرع إن هو يجاوب بسرعة. هيطلع فحتى تلقائي ايوه. طلع تلقائي بشكل غريب. اه. نقاط القوة، نقاط الضعف، بتحب الألوان إيه، لما بتغضب بتعمل إيه، لما أنا فاكر كويس كنت كاتبهم في أجندة عشان ما انساهمش، لأن أنا مم. محتاج أبقى سريع مم. عشان هما برضو يبقى سريع معايا. أصلا أنا لو بفكر هو هيفكر. هيفكر، فالدنيا هياخد وقت. ف يعني في ناس قالت عليا ان انا جاي يعمل معانا اتش ار، مش مم. عارف، بيتكلم بالنفسيات، ويعني مش هي اه. دي الاسئله اللي احنا متوقعينها. مم. آه، بس دي كانت والحمد لله ربنا كان كرمني بشكل غريب عجيب. يعني هو كرمني في الترقية، وكرمني في الناس اللي انا اخترتهم، ان الناس دي كانت طب يعني. كواليفايد مم. ومكملة معايا. اعرف واحد اه فيهم تقريبا سافر بعد ما سافر، سافر على طول بره مصر تقريبا. سافر السعودية، انا صمويل. جبت واحد سافر صامويل السعودية. لا، صمويل تقريبا. راح ايفا. اه. صمويل راح ايفا. مم. بص، هم كان عندهم من جوه. هي الفكرة ما بيبقاش انت يعني الاساس، بس هي الفكرة بيبقى عندهم البذرة، ومحتاجين حد اللي هو يرش المية استكشفها. وينمي البذرة دي. صحيح ينمي صحيح. البذرة دي ويمشيها في اتجاه صح.
ف اه. يعني انا جاست حطيت لهم، عارف القيود بتاعه القطر، الحدود اللي هي القضبان بتاعه القطر اللي هم مشيوا عليها، وهم وهو عشان عندهم ينطلق. البذره فهم ماشيين بالسرعه وبياخدوا صحيح. التراك. فصمويل راح ايفا، ياسر راح السعوديه، مم. آه، بعد كده كريمه حاليا ومدرونه. مم. دول من الناس، وزينب طبعا، دول الناس الجديده معايا. النقطه التانيه اللي اشتغلت عليها، التشالنج اللي بقول لك عليها، كانت الاسبوتات اللي وقع بيها. طبعا في مناطق انا مش عارف فيها حاجه، اه. ما انا ما اشتغلتهاش قبل كده. مم. فبصراحه رحت لاخويا، هو كان ديستريكت قبليه، مم. عايز اعرف الناس الكي او اللي في المنطقه دي، عايز اعرف مم. صيدليات الاو تو سي، مم. عايز اعرف مين الكي او اللي بتوع المستشفيات، مين اللي بيليد المنطقه، مين الكلاس ايه. خدت داتا، فول داتا. مم. نزلت قعدت مع المندوب ساعتها، انا فاكر كويس القعده، وفاكر الكافيه اللي قعدت معاه فيها. مم. ما هو حياتي على المحك، انا بادئ كانت كتير، مش بادئ بالصفر، انت بادئ من تحت ما هو انت الصفر. بقى لازم تثبت نفسك من كل المقاييس، اللي هو اولا اه. يعني كديستريكت هتتحاسب على ديفلوبمنت ما سبق للبيبول، وما مضى اه واللي جاي. والديفلوبمنت للاريا. هو انا فاكر كويس لما ترقينا الدكتور وليد قال لك انت هتتحاسب على ثلاثة ديفلوبمنت: ديفلوبمنت للاريا، مم. وديفلوبمنت للبيبول، مم. وديفلوبمنت ليور سيلف. ايوه. فانا فاكرهم كويس الكلمة دي، وحتى فكرت بيها بعديها بفترة يعني. آه مش عارف هو يسمعني ولا لا. ممكن بس هما نبعتها له. يعني، مم. اه ممكن مم. نبعتها. آه بس فكانت ديفلوبمنت الاريا ان انا، دي اول نقطه، ان انا املى الفيكنت اللي عندي. تاني مم. نقطه ان انا محتاج ان انا اعمل جروس، فهتشوف المناطق اللي واقعه. قعدت بقول لك 1 تو 1 ميتنج مع الشخص ده، مع الزميل ده، هو حاليا مش معايا. مم. هو يعني هي فيميل واتجوزت مم. ويعني عملت اكتفت شيفت بك. لكده. اه. اه آه، فقعدت معاها. آه، انا عايز افهم ايه اللي حصل، الاريا عملت ليه كده، انا مش عارفه. طيب، مين عندك في المستشفيات، مين سمعت منها كتير. قلت لها احنا ستارت فروم زيرو، هنبدا من جديد، والاريا دي محتاجه تعمل جروس، والا انا وانت هنبقى بره. فبأمانة اشتغلت على نفسها، واشتغلت على الميشن اللي احنا حطيناها في القعدة دي. والناس دي كو إلا أنا محتاجهم يضافوا في الليستة ضروري، وعايز أنزل معاكي ليهم. وابتدينا نروح لهم، والمرة اللي بعديها وكثفت زيارات للاريا دي. في اريات كانت نص ونص طبعا، برضو كانت بتاخد اهتمامي، بس الاريات اللي يعني عارف اللي هو قسمت وقتي بقى، ان هو يعني الاكثر فالاقل فالاقل، بحيث ان طبعا يعني الدكتور حسن ما كانش ليه حظ معايا خالص، عشان هو كانت اريته زي الفل، الحمد لله يا رب دايما. ريحك في كل حاجة يعني. فطبعا كان مريح. آه الحاجة اللي برضو كنت عايز أقولها، إني كديستريكت كنت دايما ما بحبش شوية حاجات في المدير، فكنت بحاول بقدر الإمكان أبعد عنهم. هو في مم. حاجات غصب عنك هتعملهم مع الوقت، لأنك بتتحط في محك يا تعملها يا ما تعملهاش يعني. مم. ولو ما مفيش خيار عملتهاش، تاني. هتدفع ما تمن عملتهاش أكتر. مفيش assertive، فما مم. فيش، فلازم هتعملها. بس في حاجات، يعني مثلا كان في كلمة أنا كنت دايما أسمعها، يقول لك ده انا ندمت ان انا اترقيت. أيوه. انا ما بحبش الكلمه دي خالص مم. خالص، لان انا عمري ما هندم ان انا اترقيت. دي كانت خطوه انا كنت مستناها يعني، زي العيد بعد الصيام الكبير بتاعنا. مم. يعني بما ان احنا في الصيام الكبير، فانا مم. مستني العيد وهاكل امتى اللحمه، فانا كنت مستنيها. فانا لا أيوه. يمكن هندم مهما عملت فيا اللحمه او الطبيخ أيوه، بتاع ولا اليوم وجعت ده. بطني، لا أنا كده مهما أيوه. عملوا فيا انا مش هندم عليه. أيوه. ف... بس يعني شوية تعاملات كده مع الزملاء. أنا بحاول، معرفش هم طبعا هم اللي يحكموا دلوقتي يعني أنا نستجوبهم نجيبهم ونقول آه ماشي. أنت ممكن تستجوبهم فعلا.
لا انا عندي سكسسور كتير. الحمد لله. ما هو عشان كده انا يعني جايبك، انا مش هجيب اي حد يعني، دي الفكره. لا لا يا باشا، هو بامانه هو ربنا كرم من ربنا، اكيد يعني اولا اكيد، واخيرا اولا كرم من واخيرا. ربنا. اه. اكيد. هرجع تاني بس فدي برضو كانت من النقط اللي انا كنت حريص عليها، ان انا ابعد بقدر الامكان عن الحاجات اللي بتستفز المندوبين. اختار لي ثلاث حاجات ممكن يستفزوا الناس فعلا، بس ثلاث كلمات، ثلاث افعال. اولا، طب خلينا نقلب السؤال. امم. ايه اللي بيخلي المندوب يقبلك حتى وانت مستفز؟ اه. حلو. يعني اصل اه هو يعني ما فيش قصدك شخص يتحملك فينا. ساعتها مهما حصل منك اه، هيتحملك. ما فيش امم. شخص فينا ما صح. بيبقاش عليه ما ستريس في وقت من بتعصبش. الاوقات فيتعصب، فيبقى مستفز، فيبقى مستفز للي قدامه، يعني هو صحيح. مستفز. احنا فده اصل احنا رد حلقه فعل. الوصل، انت كمدير حلقه اه، الوصل ما بين ايه، ما بين الشركه ده فوق رد ومديرينك فعل مساوي مم. له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، فهي طبيعي. بس هو اللي بيخلي الزميل ان هو استحمل ي- يستحملك. ويقدر. اه. اه. اولا رصيد المحبة مهم. اللي بيديني نتيجة ان هو حس ان انت كين عليه، مش على الشغل اللي بيجي من وراه. حلو قوي. فاهمني؟ يعني يلاقيك في كذا حق ليه طبعا. الفكرة دي ما بتجيش من اول لقطة، بس بتيجي وانت وشغال معاه ويلاقيك دافع عنه. يعني انا اتذكر جيدا آه، زميلة، آه، كانت انا لما مسكت المنطقة البحري ديليجيشن، مم. الزميلة دي كانت شغالة معايا، وانا مش انا اللي جبتها، لا بس استنى كان ثواني علشان بس المشاهدين يبقوا معانا والمستمعين معانا في البودكاست يبقوا واخدين بالهم انك فجأة نزود يعني اللي حصل لك، انك فجأة مسكت بحر الصعيد، يعني انت بقيت ماسك من اه اسوان لبني سويف صح والفيوم. اه بنسوي في الفيوم. اه، ايوه يعني انت مفيش حته في كان في الصعيد وانت لسه اه لسه بتقول يا هادي خد كمان اه. كان ليا تقريبا 6 شهور او 7 شهور مترقي. اه. خد كمان دي معايا. ثواني انا هقول لك بالظبط، لا كان ليا سنة مترقي. اه في الجديد برضه كان يعني. من 13/7 لغاية 30/6، وبعد كده مم. مسكت من 30/6 الديليجيشن على وجه بحري. سمع. مم. صعيد بحري. مم. فبس يعني انا عايز اقول لك ان الزميلة دي، هو انا كنت بكلمها تليفون، مم. واول لما كلمتها لا بص انا ما ينفعش معايا الاسلوب اللي فات، فاستاذنك انا ليا الويز بتاعتي في التعامل. الشتات انا هبعتها لك، محتاج اعمل زي دول، محتاج مش عارف ايه. برضو عارف اللي هو في حاجات كده اللي هي كل غربال جديد وليه شدة ومش عارف ايه مم. والكلام ده. بس هي لما اتكلمنا طلعت بفكرة عجبتني، رحت مم. بعتها للماركتينج وحطيتها هي في الايميل، مم. وحطيت الماركتينج وحطيت البيزنس يونت دايركتور ساعتها. هي بصيت لها، انا بصيت للفكره ان هي الفكره عجباني فعايزاها تكبر، عايز الفكره تكبر. بس مم. هي بصيت لها ان هو كان ممكن ياخد الفكره ويبعتها باسم. صحيح. أيوة. انا فوجئت ان هي بعد كده رجعت بتقول مم. لي دي من ضمن الحاجات اللي خلتني تراست اصبر فيك عليك. بشكل، تراست فيك بشكل غير عادي، انك انت عايز تكبرني وانت ما تعرفنيش، انت ليك 3 ايام، واللي مم. قبلك هو اللي جابني ما كانش بيعمل لي سبورت بالشكل ده، انت فجأة خدت الفكرة بتاعتي وكبرتها وعايز تلمعها وتبروزها وتحطني وباسمك انت في اه. الصورة. ف عارف في حاجات كده، هو طبعا ربنا يعني كبير الخ. وعجيب. مم. اه، هو بيخليك هو انا عارف اللي هو ايه، دي من ضمن الحاجات برضو اللي كنت واخد ان ما ينفعش لو المجهود ده بتاع المندوب ما ينفعش انسبه لنفسي. طيب انا اشاركك بحته في الحته ديت علشان زمان في كتاب من جود تو جريت من جيد الى عظيم، الراجل ده بيتكلم على ان في 5 مستويات للقاده. المستوى رقم خامس هو بيسميهم كده، المستوى رقم خامس اللي انت يعني ميشو زي ما احب اسمك عملته حبيبي. بالفعل، اللي هو قال لك القائد من المستوى الخامس بيقول لك ايه، ساعة النجاح هم نجحوا، وساعة الفشل انا فشلت. بالظبط. هو ده اعلى يعني مستويات. هو انا بامانه ما بقولش انا فشلت، بقول احنا فشلنا برضو يعني. ماشي، انا خدت اللقطة الاولانية اللي اعرفها، انت اللي بطبق اه دي اه.
هو مش هقع انا لوحدي يا رجاله. ايوه ايوه. لا، هو مش حكايه برضو مش هقعد لوحدي، بس هو أصل هم لازم يشاركوني. بس هم لو ما شاركنيش في الحته دي امم. مش هياخدوا الميجرز اللي تخلينا نعدي. اه. انت فاهم؟ هو امم. يعني عدم الاحساس بالمسؤوليه. امم. يعني انا اخليت من عنه المسؤوليه ان الفشل ده فشلي انا. تمام. اه هو اه تمام اه فهو تمام. مش هياخد الخطوات الستبس اللي تخليه. امم. لا، انا لازم انزل اعمل فارماسي كامبين مع نفسي، انزل. معلش، ما هو انا ممكن ايزي جدا ان انا احط رولز. هنعمل يا جدعان فارماسي كامبين 10 صيدليات في اليوم. يا امم. جدعان هنزور الصباح. وهو المندوب مع نفسه، ما هو انا بنزل معاه يومين ثلاثه في الشهر، لكن امم. باقي الوقت ما هو مع نفسه. صحيح. هو الفكرة ان يعني انت اليومين ثلاثة دول اللي بتقعد معاه لازم تبني التراست وتبني المحبة، اللي يقعد باقي ال 18 ولا ال 20 يوم اللي بيشتغلهم حاسس انك انت معاه. صحيح، ده الايموشنال بانك اكونت فعلا. كل ما ازرع في الناس المحبه، كل ما ازرع في الناس التراست، كل ما الناس هتشتغل حتى لو انا مش موجود. كده صح؟ بالظبط. اه، بالظبط بالظبط، امم. هي كده يعني. اصلا دايما كنت اتخيل ان انا نزلت وشديت معاه امم. ويعني يعني خليت اليوم زي الزفت وكرهني. امم. تمام. ما هو برضه هيرفلكت، ما هو قاعد لوحده. هو معلش انا اسف يعني، ما هو المندوب برضه هيومن بين. امم. لو هو مش من جواه الشرارة اللي اول لما يفتح الكونتاكت تشتغل. صحيح، مهما آه، زقيته مش هيدور، مهما زقيت مش فيه. هيدور بالظبط، هي دي اول الفكرة. ما ايدها تقف من عليه الدنيا تقف. صحيح. هيمشي بدأ اول لما بمشي هو هي خلاص قبل ما يوه. انت تركب هكون عربيتك يكون منتهي. هو خلاص. صحيح. هكون صح، مشيت. حقه حق. هيكون مشيت. ما انت ركبت العربيه ومشيت، معلش يعني، ما انت مروح بيتكم ترتاح. يعني انا اللي محكوم عليا بالاعدام وانت اخدت آه. البراءه. ما هو مش منطق يعني. يعني ولا انا مش يعني مش ولاد البط السوري. ايوه صحيح. آه مش فاكر انا كان ايه السؤال، بس انا دخلتك وتوهتك كتير على لا لا فكره. انا لا يلو مان. فهتلاقي الفلو بتاع المعلومات كتير وما بخلصش معلومه للاخر يعني. لا لا، انا عاجبني فانت الفلو امشي طالما معلومه بيفيد. وامشي معاها لغايه لا الاخر. لا. تمام، احنا كنا في التحديات بتاعت تحديات الشغل اللي قابلتك، ايه اللي ممكن بتعمله علشان تساعد الناس تبقى انجيجد معاك في الشغل؟ اشارك في الحته الاخيره، يعني افتكر بالخير الدكتور احمد العلوي برضو كسيلز مانجر، كان اول ما قالوا بعد الكورونا قال نزول، كان قالوا اعملوا 4 زيارات، فاحنا كنا متخوفين جدا جدا من نزول العيادات بعد الكورونا. فالراجل مشكورا اول يوم في الشغل اللي يعمل كام وهو سيلز مانجر وفي سنتر المنصورة عمل 9 زيارات. طب هو احنا والشركه طالبه كام؟ 4 وريسك. مم. فالشاهد ان طب مديره هينزل يعمل كام؟ طب والرب اللي معاه هيعمل كام؟ اذا كان هو كسيلز مانجر، هو كان نفس الفكره برضو، اللي هو مدير السله برضو لزميلنا كلنا، وبناكد ان طالما انت بتقود من الامان، كل ما انت بتقوم بالفعل هو نفسه هيبقى خجلان بالظبط. انه يعمل، حتى لو ما عرفش يعمل او في صعوبه، بس هو شاف رول موديل انت بتعمل. لكن مش من اول مره واعمل زيارتين ثلاثه. طبعا احنا بتقابلنا ظروف وبتقابلنا تاسكات ورك كتيره، وتبقى مضطر فعلا تعمل ماكسيمم 4 5 زيارات بالكتير، لان وراك ورك لود تاني من نوعيات تانيه مطلوبه منك. لكن هو محتاج يشوف منك فعلا انت اللي بتجري، انت اللي بتتحرك في القدام، فعلا يبقى لازم كرول مكان. طب لو سألتك يا دكتور ميشيل، ايه اهم 3 مهارات كاريب اكتسبتهم نفعوك كمدير؟ بص، اول حاجه آه يعني انا لغايه دلوقتي مصاحباني مهم. موضوع الايس بريك. اه. انا عايز اقول لك انا افتكرت وانا بكلمك دلوقتي لما انت بتقول لي اللي هو لما انا قلت ايس بريك، افتكرت سيتويشن. كان مم. دكتور قفيل فعلا. يعني انا كنت كل مره ادخل له، لدرجه ان هو اساسا ما عندوش ريت قوي. مم. بس هو كل ما ندخل له يعني عارف بيعد الكلمات اللي هنتكلمهم عشان خاطر نمشي. وانت مم. تحس كده يعني. كمان فوجئت. مبينها لك يعني. اه. لا، هو يعني عارف اللي هو ايه، هو ما بيقولهاش كلام لان هو الراجل بصراحة برضو محترم يعني، ذو خلق يعني. بس بس افعال بتقول هو انجز. الفكرة أصل هو احيانا ممكن تلاقيه هو اساسا مش طايق نفسه، فيعني هو مش طايق نفسه هيطيقك انت يعني. مم. أنت فاهم؟ بس فانا فوجئت ان الدكتور ده، احنا كنا لسه يعني ما بين الصيف والشتاء، ولقيته لابس تيشيرت نص كم. الدكتور ده كبير وسنا كبير يعني، مش عارف مم. معاش او قرب على المعاش على طول يعني.
ولابس تيشيرت الوان ظريف جدا جدا جدا. يعني انا اول ما دخلت اقول له: طب نبيل، هو حضرتك بتحب الصيف؟ رجع لورا كده وابتسم ابتسامه انا فاكرها كويس، مم. وراح قال لي: مش عرفك انت؟ مم. قلت له: يا باشا، التيشيرت ظريف جدا 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 اللي حضرتك لابسه، والفرحه اللي حضرتك مرسومه على وشك ان دخلت الصيف الصيف. دخل، اه. واضحه واضحه جدا، يعني اي حد هيحسها. قال لي: اه. فعلا انا ما بحبش الشتاء وقعد يتكلم ويهزر مم. فانا حتى طلعت مع الزميل قلت له: انت عارف انا بقى لي يا اخي، كذا. الايس بريك ده ملكه من عند ربنا فعلا يعني. طب انت ما لاحظتش التيشيرت قال لي: لاحظته يا ريس، بس عديت يعني واحد لابس تيشيرت ظريف، يعني انا مم. يعني خلاص. اقول له ليه؟ اه. اه، بس هي الفكره انك انت تلقط الحاجه يعني. مم. آه بس في الايس بريك من الحاجات الظريفه جدا. تمام. برضو مديري الدكتور محمد كان دايما يقول لي حاجه انا فاكرها كويس. هذا يقول الهواري. لي اه يقول محمد لي انا حبيبنا. اشتغلت معاه على فكره وانا ميديكال ريب في البدايه، مم. وحاليا انا ديستريكت وهو مديري برضو. مم. كان يقول لي ايه؟ يقول لي: اتعامل مع الدكتور، ابني الريليشن مع الدكتور مش عشان البريسكريبشن. يعني الشغلانه بتاعتنا من اكتر الحاجات اللي بنستفادها الريليشن، الريليشن مع الدكاتره. فالدكتور لو حس اللحظه انك داخل عشان البريسكريبشن بتاعته صحيح. بس، مم. بس مم. يعني هو اولا واخيرا عارف ان ده البيزنس بتاعك، وزي ما هو البيزنس بتاعه ان هو يكشف على العيانين، ده البيزنس بتاعك، لكن عايز يحس انك انت مش داخل انسان. بس عشان كده. اه، انسان، انا داخل انسان. انك مم. بتتعامل مع انسان كهيومن باكج توتال كده. هو كمشاعر ك واهتمامات ووقته ضيق وبيكتب بريسكريبشن، ده من ضمن الحاجات اللي هو يعني هو مم. لو قسمناها شويه حاجات كده فوق بعض، فهو من ضمنهم ان هو بيكتب البريسكريبشن، لكن هو برضو انسان ممكن تدخل تلاقيه زعلان، فانت لازم تقول له: مالك زعلان ليه؟ آه مالك زعلان ليه؟ على فكره يعني احنا متعودين نقولها للناس القريبين مننا، لكن احيان كتير بنبقى، ودي يمكن دي ثالث نقطه: دونت بي كونزرفاتيف. ما مم. تبقاش متحفظ. يعني هو الدكتور مش بيكتب لك، او ما فيش الريليشن بينك وبينه، هتخسر ايه لما تقول له مالك زعلان ليه؟ ما يعني انا كده كده كنت دايما خسران، ما كده كده اه خسران، كنت صح. دايما اقول للزملاء: ما اه. تحط قدامك شويه شويه سيناريوهات كده وقارن. ايه اسوأ حاجه، اسوأ مم. سيناريو فيهم ايه؟ ان الدكتور يقول لك: وانت مالك؟ ماشي يا سيدي. يعني هو ما فيش دكتور هيقول على فكره، صحيح، يعني خلينا صحيح. نبقى واضحين، ما فيش دكتور، بس هو ممكن يمتعض. تمام. مم. يا دكتور، سوري، انا بس لقيت حضرتك زعلان، فانا مش داخل عشان يعني اضايق حضرتك، ومعلش اسمح لي المره دي مش هتكلم عن دواء، واتمنى ان حضرتك تبقى بصحه جيده. يعني ده اسوأ 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 حاجه، فاهمني؟ اصل هيقول لك ايه تاني؟ هيقول لك اطلع بره. مش آه. متهيألي ان هو هيقول لك اطلع بره عشان انت بتقول له مالك زعلان ليه. لا، مستحيل مستحيل. وفي ناس كتيرة فعلا كسبت الدكاترة بسبب كلمة زي دي، اللي هو وقف اه، الكول ويتكلم بس عن حاله وأحواله يعني. بالظبط مم. بالظبط. فهو الدكتور كان يوم محتاج ان هو تعرف ماله يعني. وانا كتير ادخل لدكاتره اقول له: دكتور، لا حضرتك مرهق مرهق جدا، طب تيجي نشرب فنجانين قهوه تحت. يا. كان مع السن بقيت اقدر اقولها، يمكن مم. وانا ميديكال ريب جديد ما كنتش اقدر اقولها قوي، مم. لكن بامانه برضه. يمكن حط رقم أربعة دي بعد إحنا قلناهم: واحد اتنين، واحد أيس بريك، التانية كانت إيه؟ الريليشن اللي احنا فيها. ريليشن. والتالتة قلت لك دونت بي كونزرفاتيف، ما تبقاش اه. متحفظ. مم. رقم أربعة: خليك انسيست على الدكتور مهما حصل، بس انسيست بذكاء. يعني آه يعني الدكتور بوتنشال عالي، مم. وبيكتب الدواء بتاعك، يعني بيكتب زي الدواء بتاعك الكومبيتيتور. تمام. تمام. مم. آه فخليك انسيست عليه. انا لسه كنت بحكي النهارده قصه. آه دكتور في جرجا، انا قعدت يعني اولموست سنتين ازوره من غير كتابات. مم. كرب.
اه بس انا شايف ان هو بيكتب حاجات زي الديبوفيت، مم. وبيكتب حاجات زي الميلوكسيكام، وبيكتب حاجات زي الفليكسوفان. طب ما بيكتبليش ليه؟ مم. وكل مره اروح اسال الصيدلي مم. واطلع للدكتور واتناقش معاه. هو ما اعرفش ليه كان يعني. انا عايز اقول لك الدكتور ده دلوقتي ميشيل بالنسبه له يعني حته البونبونايه في وسط الزيارات. لو انا دخلت وهو معتذر عن الزيارات كلها هيقابلني. ايه اللي كان فارق بقى؟ جه بعد السنتين دول، او يعني كام شهر، راح قال لي ميشيل، هو انت بتابع معايا ليك كتير؟ قلت له يا مم. باشا انا يعني كنت فاكرهم سنه وتسع شهور، مم. سنه وعشر شهور. قال لي لا لا لا، انا هكتب لك ايه الادويه بتاعتك. وراح مسك ورقه وقلم كتب فلكسوفان، ديبوفيت، ميلوكسيكام. هكتب لك خلاص. مم. عايز اقول لك من ساعتها الدكتور ده لو نزل سوهاج وعايز يرجع يرجع يكلمني اروح مم. معاه. عايز يعني اي حاجه. بص هو ممكن يحاول في كذا مع كذا حد، واول لما يفشل يروح مشيل انا عايز كذا ما تخلصهولي. مم. آه، بص هو اولا واخيرا بامانه نعمه ربنا كانت فظيعه بصراحه. طيب أنا في سؤال ممكن يتبادر دلوقتي من زمايلنا اللي بيسمعونا، يعني هو ممكن يقول لك مش سنتين كانوا كتير انك تفضل مع الدكتور؟ او بمعنى انا التاني. فكرت في النقطه دي. امم فكرت في النقطه دي. اشمعنى ايه اللي كان جواك عشان تبقى انسيست مع ده بالذات؟ هقول لك في دكاتره في الاريا ما ينفعش انك تشيلهم. هم امم كلاس ايه بوزيتيف وبيكتبوا للناس كلها. يبقى انت عارف ان جواك حاجه انت لسه ما عرفتش تحققها كده، انا فاهم صح؟ اه يعني انا حاسس ان في نيد انا مش عارف لغايه دلوقتي اساتسفاي يعني في ايه. دي عارف اكتر يعني ودي دي, دي اتفضل. اكتر حاجه عجباني، انك بتدور على انا ايه اللي ممكن اعمله في كل المواقف اللي انت مريت بيها. انت دايما بتسال ايه اللي ممكن اعمله. ايفن حتى لما اشتغلت على البحري ومع الزميله، بتدور على ايه اللي انت ممكن تعمله مع زميلتك اللي كانت في نفس الاريا، ولو حصل دروب في البيع قلت لها نقطه من اول السطر ومالناش دعوه بالماضي. انت دايما بتشوف ماذا بعد، ما بتفكرش في ماضي نهائي. الماضي خلاص، كل زياره باولها، كل خطوه جديده باولها، ماليش دعوه بالماضي. ده اعتقد برضو جزء من الاعتبار ما الخامس يبقى من احد المهارات اللي ساعدتك في نجاحك، صح؟ حقيقي هو برضه انا عايز احط رقم واحد ربنا بصراحه، لان اكيد انا اكيد. كل ما بفتكر بحس اني حتى بص حتى في الايس بريك يعني هي اولا بتبقى ملكه. يعني انا ما بنصحش حد يبقى مش عنده الملكه ان هو يدخل يعني يسيب نفسه على طبيعتها قوي. بس لازم تعمل ايس بريك. طب ايه الحل؟ في ايس بريك كده بتبقى محفوظه. امم يعني مثلا التبديل بين الصيف والشتاء. امم مثلا السنه دي رمضان والصيام الكبير كان مع بعض. امم فانت بكل بساطه احنا هنصوم بس احنا في نص السكه هنسيبكم ونرجع. ايوه. عارف يعني. بترتب حتى ضحكك ووفيهاتك ومدخلاتك. ما فيش حاجة بالظبط اعتباطا، بالظبط. ما فيش هو حاجة اعتباطا. انا صدقني في البدايه برضو لما نزلت مع الزملاء كنت اقول لهم نرسم السيناريو من بره. يا انا هعمل ايس بريك كذا وانت واقول خش له معايا. كذا مم. وهساله وهساله كذا واتخيل السيناريو اللي هيرد عليا هيبقى ايه. مم. فاهم؟ مم. طب السيناريو ده لا ده في صف انا. طب ما هو ممكن يبقى فيه سيناريو تاني. اه ممكن يبقى فيه سيناريو تاني ان هو يقول لي لا انا بكتب بيتول فيكس. لا انا مم. بكتب هو مسموح ان انا اقول الكومبيتيتور مش كده ولا زي الكل؟ لا يا باشا قول عادي. آه. خلي زمايلنا يستفيدوا معانا، يبقوا عارفين البدايل. فاهم. لا هم بصراحة عارفين البدائل. يعني انا عندي آه. لا بتكلم ويعني على زمايلنا خلينا على المستمعين الديبوفيت على فكرة. كلنا، يعني يعني اه مم. لما انا مش عايزهم يعرفوا البدائل عشان يختاروا الديبوفيت. آه بس فكنت بحس ان هو بيديني يبقى التخطيط، ممكن نقول الخلاصة التخطيط والتخطيط فعلا. طبعا. اه السيناريوهات، اه انت قلت في الكلمة برضه ترسم وورز. سيناريو لكل حاجة. هو اساسا انت في حياتك المفروض تبقى عامل سيناريو ليك ليومك من البداية، تبقى عامل له سيناريو. صحيح، انت آه بقى بتخطط ازاي؟ انت راجل دلوقتي ماسك الصعيد وعندك اولاد واسرة وربنا يبارك، بتعمل ايه يعني؟ خطط يومك ازاي؟ تقعد معاهم دخلت ازاي؟ في حتة شائكة على فكرة، شائكة جدا. يعني الحتة دي ممكن
ما خليهمش خدمني. يسمعوا البودكاست عشان خاطرها في البيت. ممكن توجه لهم رسالة من هنا على الهواء. بص، هو انا ظلمتهم كتير في البدايه، مم. لاني مشكله الديستريكت، وخاصه فجاه بقيت ديستريكت، فانت مش مخطط قوي ايه اللي ممكن يتعمل. صحيح. مش مخطط قوي يعني. الاريا اللي انا كنت بقول لك عليها دي كانت بعيده عني حوالي 4 ساعات، فانا لازم ابات هناك. طب هعملها ازاي يعني؟ انا مم. عايز ابقى هناك كتير، وعايز ابقى في البيت، عارف اللي هو. فجيت على البيت طبعا، مم. وزوجتي ربنا يبارك لها موفة رائعة. يا رب يبارك لك. مم. آه آه يعني استحملتني كتير، واستحملت سفري. أنا فاكر بس حتى في عز أزمة شغلك كنت قلت لي اه دايما بلجأ لها وأسألها اه وأعمل إيه. حقيقي، مم. حقيقي هو ربنا يعني يبارك لكم في بعض لا، يعني. تسلم، ربنا يخليك يا كبير. فاستحملتني كتير في البداية، فأنا جيت عليهم. لكن هو أنت لازم تعمل بلان لنفسك، ولازم يعني بص مين سكسس في الحتة دي وامشي وراه. فكرة حلوة. أشوف آه، الناس نجحت إزاي. يعني بدل ما تبدأ من الصفر، طب ما في ناس وصلت لغاية رقم 5، طب ما تكمل من 5 ل10 أسهل من إنك تاخد 0 ل10 يعني. في ناس ده تحب فاهمني؟ تخترع العجلة يا ميشو، مش عارف. هو طب ليه؟ ما يعني أنا هقول مم. لك حاجة، يعني أنا مايكل مم. أخويا لما أنا رحت له مم. وخدت الخلاصة بتاعته في الأقصر، هي الاريا مم. كانت له، وخدت الخلاصة بتاعته في الأقصر. ما أنا ابتديت من حيث انتهى إليه الآخرون يعني، مم. مم. وبنيت بيلت اون سكسس. أيوه صح. هيسهل عليا مسافة، يعني أنا سنين. محتاج من سنين. هناك. اه مم. هو سنين. جاب لي. لا ده بعد كده انا استعنت بيه كتير بصراحه، واستعنت بكل حد في حياتي، انت نفسك استعنت بيه كتير بصراحه الله يعني. يكرمك، الله يكرمك. ف يعني لا، نصيحه، ما تتكسفش انك تسال حد، ما تتكسفش انك تاخد. يعني انت لو شايف ان الموضوع بينكم محتد قوي، يا عم خد منه مصلحتك وخلاص. هو لو عايز بعد كده يكمل في التعامل، يبقى صح. انت استفدت وهو استفاد. لا مش عايز يكمل، فانت خدت مصلحتك برضو في الاخر يعني. مش بقول انك تبقى بتاع مصالح، بس لا ما تتكسفش انك تطلب انك عايز كذا اسأل يعني. بس. صحيح. اه يعني حتى الحكومة كانت بقى اسأل استشير يعني. مثلا يعني. اه طيب، بعد كده حوالي كام، 5 سنين تقريبا كده مدير؟ تقريبا من 19 في شهر 7 اللي جاي، 13 اه، 7 كمل على خير يا رب. 5 سنين. 5 سنين. تنصح زمايلنا بإيه اللي لسه في الطريق؟ تنصحه كرب ونصحه كمدير. كرب بيعمل كريب. إيه؟ كريب اولا، اولا انت تشكر ربنا انك انت اشتغلت رب في الاول. مهم. مش لان الرب ده المعجزة، ولا بس لاني يعني ابتديت انك مم. حطيت رجلك على اول سلمة، ده شيء كويس. لان في ناس يعني لم تتاح لها الفرصة، ومش لاجل قصور فيها، ولكن رزقها لسه ما جاش في يعني ديت. اه. رزق ما جاش، نصيب ما جاش. فانت إن اخدت اول خطوة انك تحط رجلك دي، تشكر ربنا نحمد عليها. ربنا. اه. اه تشتغل على نفسك كويس قوي. آه بص، وانت وصغير هيبقى عندك الانترست عالي، فحاول تستفاد بقدر الامكان انك تتعلم وتثبت نفسك. تمام. النقطة الأخيرة ده أثبت بس للزملاء اللي بيسمعونا، الدكتور ميشيل أول ما بقى مدير كان كل يوم والتاني يبعت لي حاجات للبراين تريسي. علاء شوف دي، يا علاء دي تنفعك. براين تريسي كل شوية يجيب على اليوتيوب فيديوهات هو ويبعت لي. اه اه انا اتفضل. انا على فكره كنت ببعتها للزملاء برضو، اه. وغالبا يعني مش كلهم كانوا بيتفرجوا عليها. اه. بس انا كنت بحاول قدر الامكان برضو ان انا بدل استفدت منيها او عجبتني شير. ممكن تعلق مع اي حد. شير صحيح. يور انفورميشن يعني. طيب، تنصح آه، بقى المديرين بإيه؟ معلش، هو انا عايز اكمل مع الرب قول برضو. ماشي. فانت عايز تثبت نفسك. مم. آه اعمل بلان لنفسك، انك انت ما تقعدش في مكان فتره طويله مم. في نفس التايتل او بنفس الجوب اوفر. لا، يعني انت حط لنفسك بلان
انك ما تدخلش في الكومفورت زون وتسرقك الايام يعني. من وجهة انا نظرك كل الفترة الطويلة دي تبقى قد ايه؟ المدة دي كام سنة؟ هي اه نسبية لكن معاك انت. هي نسبيه، وهي بص مش عارف اقول لك ايه، بس يعني اصل انا وقعت في الحته دي، فانا يعني انا بحاول اقول ما عشان كده بنقول زميل لهم الربح عشان ما عشان يستفاد. اه اللي هو ايه، انك انت نط نطات محسوبه، بس مش ريسكي قوي. امم يعني حاول تقعد مع نفسك وتحسب النفقه، يعني دي هتكلفك كام وهتكسب منيها ايه، ومع الوقت هتبقى فين. دايما الخطوة يا إما تاخد فيها benefit position، يا إما تاخد فيها benefit فلوس. ما احنا حلو قوي. بنشتغل. حلو، انا اركز بقى على الحته دي معاك، لان فعلا انت لفت او اثرت نقطه مهمه جدا في التغيير. لازم ان الزملاء يبقوا عارفين ان اي خطوه تغيير يبقى اكبر من التكلفه، لكن ما يحسبهاش فلوس بس. لان انت ممكن اه ترتضي بسالري اقل في مقابل تاخد التايتل، او مقابل تاخد الفرصه او الاوبورتونيتي. صح؟ بالظبط، او اه، او تعمل شيفت الكارير حاجة انت بتحبها يعني. بالظبط. يعني احد الزملاء، انا فعلا كان بتعجبني دماغه، ان هو باصص لقدام. ان انا هو كان معانا في الشركة وساب الشركة وراح حتة تاني، بس امم قال لي إيش الحتة التاني دي هتخدم البلان اللي انا حاططها لنفسي، ان انا عايز ابقى في يوم ماركتير. اها. فهم هناك بيسبورت ان انا يعني انا ممكن بشتري اتنقل من لقدام، سيلز بشتري لماركتنج. لقدام. بشتري له صحيح، صحيح. مش اه موضوع سالري بس عشان الناس تبقى واخده بالها. طبعا طبعا. ده جزء لا من ضمن الخطه بتاعتي. هو هي باكج كلها على بعضيها، بس برضو انت محتاج تحط بلان لنفسك واضحة، وانت عايز ايه يعني. هو برضو زميل المدير بقى انا بتعلم منه، مش عارف يعني انا، بس يعني المديرين دايما حط نفسك مكان المندوب. مم. يعني put yourself in his on ولا shoes. in ان يا سيدي ان other وقلنا shoes. مش كنا مش انا مش فاكر ان ولا انستراكتور on. the مش other انجلش shoes. انستراكتورز. the other shoes. حط نفسك مكانه وخلاص. انا كنت فاكرها زمان the other shoes. تلبس اللي اختياراته. تمام. اه اختياراته شوز. اه فراح جه الدكتور عماد قال لي على فكره ذا اذر شوز مقصود بيها مش SHOES، اللي هي اه شوز. اه آه وعمده يعني ايه انجلش عشان انستراكتور عشان نوجه له اه رساله لا هو راح هو قال لي، هو فهمهاني برضو من وجهه نظر اه تاني. اه ان هو باصص لي، يعني هو اصلي الشوز بتاعت اللي قدامك بتبقى لما بتبقى باصص لك بيبقى باصه كده. تمام. امم فهو ان ذا اذر شوز هو باصص لك ازاي. فانت امم لازم تحط نفسك في نفس الوضعيه، مش نفس اختياراته بس، لا ده صحيح. هو نفس وضعيه في وقفته نفس حتى. اللي واقفه والاتجاه دي، حتى لما قلنا لما بنيجي يتعامل مع الدكاتره حط نفسك مكانه وقاعد على المكتب شايف البيشنت ازاي بيسمع ازاي بالظبط. بس. الزميل اه في اه الصيدلي في كل حاجه فدي كانت اضافه ليا، ودي عارفها قريب بصراحه. يعني انا نعم. كنت دايما من زمان اقول شوز اختياراته بس. لا مم. بس هي فعلا يعني شوز شوز مم. آه ظريف فيها ان انت تبقى بص، يعني من حتى وهو بصته وقعدته وقفته باصص ازاي يعني. مم. بس شكرا. دي اهم حاجه. تمام. رحلة كانت جميلة يا دكتور ميشيل. بصراحة اتشرفت بيك. هي معاناة كتيرة في الأول والحمد لله ربنا كرمنا بالنجاح. النجاح مع فعل إن هو إلا مثابرة مثابرة مثابرة. وتطور نفسك. استمر في التعلم. أدمت أو اعترف فعلا بأخطائك زي ما أنت في كل المواقف بتعترف بأخطائك. أنا فشلت في ديت وماذا بعد. بتبتدي من حيث انتهى الآخرون. مش شرط تخترع العجلة. اخترع العجلة بعد ما انت وصلت من رقم 5 أو من رقم 6 فعلا. كاريت زي ما انت عايز جديد، بس مش من الاول. ما هو هتاخد نفس الاخطاء التاني. فطب ليه؟ وجود منتور او كوتش في حياتك تسال ناس، تسالهم الناس اللي سبقتك بخطوه، هيساعدك كتير جدا جدا في نجاحك. تحديات كتيره بتقابلك في اي شغلانه في الاول. انت كريب حاليا دوس على اكبر قدر ممكن من الخبرات اللي هتساعدك. كده كده هتساعدك. مفيش جهد بيضيع. مفيش طيب. مجهود بيروح هدر. هتستفيد بيه هتستفيد بيه. ده اساسي. واستفيد فعلا من اللي حواليك. دي الكلمه في ريلز برضو او في بودكاست سابق
يكون هيتذاع واحنا بنذيع الحلقه ديت، يكون الزملاء سمعوه كلمه اسال اللي حواليا. كان برضه الزميله ومسؤوليات كتير عليها، فقالت كل الحكايه مسألة اللي حواليا، اسال انت عملت كده ازاي. فاسال واستشير على راي الدكتور ميشيل ورأي الحكومه بتاعتنا. اسال، استشير. شكرا جدا ليك حقيقي، واتشرفت بلقائك، وعلى وعد بقى مع زميلنا في حلقه جايه ان شاء الله، وفي اي مقترحات انا مستنيكم في الكومنتات. الف الف شكرا يا دكتور ميشيل. شكرا خالص دكتور علاء، اتشرفت بيك، ربنا الله يكرمك، يخليك. شرف لي يا فندم، الله يخليك. اشوفكم على خير ان تسلم. شاء الله. شكرا. سلام. سلام.